هل الشاب ده خطة استراتيجية من مخابرات الجيش السوداني؟ أنا بحثت عنه واكتشفت الحقيقة. أحمد صبري شاب سوداني اشتهر بفيديوهاته اللي بيوثق فيها شوارع الخرطوم بعد رجوع المواطنين له. أحمد لسه ما كمل تعليمه الجامعي وكان بيقرأ هندسة مدنية، لكن السؤال كيف لواحد ما كمل جامعته يتفرغ لصناعة الفيديوهات بالعدد الكبير ده؟ وطلعت الحقيقة إنه على الرغم من الإلحاح كثير من الناس على أحمد إنه ينزل رقم حسابه البنكي عشان يتبرعوا له، ورفض تام انه يقبل الصدقه، وعلشان يصرف على نفسه شغال مصمم، وكمان مرات بيشتغل ترجمه، ولما قروشه تنتهي بشيل من ابوه عشان يمشي يومه. والسبب الغريب اللي بيخليه يعمل الفيديوهات دي انه في بدايته كان بيسوق عجلته وبيحوم في الاحياء المجاوره عشان يشوف حجم الخراب، فجاته فكره انه يصور فيديو وينشره في السوشيال ميديا، والمفاجاه انه الفيديو جاب مشاهدات ومئات من الناس رسلوا له عشان يمشي يصور لهم بيوتهم. ومع كل فيديو بقى يحس انه بيطمن الناس، وبسبب شوق الناس لمدينة الخرطوم المشاهدات بقت تكتر وتصل الملايين، ورجع الفرحة والذكريات للناس اللي كانوا ساكنين في المدينة. أحمد صبري شاب بسيط بيحب وطنه وبيحب له الخير، فشاب زي ده على العكس الدولة مفروض تقيف معاه، والشعب السوداني كله يدعمه، والناس اللي بينتقدوه ديل الناس اللي ما دايرين الخير للسودان، لأنه الأولى بالانتقاد ناس المحتوى التافه، على عكس أحمد اللي بيعكس بساطة الشعب السوداني وجماله. أدعم الفيديو بلايك وشير عشان ينتشر، وأشوفكم في الفيديو الجاي.